هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طيب انا دلوقتي سبت الموبايل، بس مش عارفة اعمل ايه من غير الموبايل. اعمل ايه في حياتي غير الموبايل؟ ففي الفيديو ده هقولك على شوية حاجات بقى كده تعمليها في حياتك غير الموبايل. اول حاجة يا ست الكل، انزلي اتمشي. ارجوكي انزلي اتمشي. خلي بالك كل الافكار الجميلة هتجيلك وانتي بتتمشي، لان بصي وانتي بتتمشي كده جسمك بيكون مندمج في الحركة، بس عقلك بيربط بين الافكار والخواطر اللي بتجيلك. عقلك عمال يقلب كده الافكار، وهتلاقي افكار حلوة جدا بتجيلك في الوقت ده. فوانتي بقى بتتمشي ما تاخديش معاكي اي حاجة ولا سماعات ولا اي حاجة، خدي معاكي ورقة وقلم بس عشان تكتبي الافكار العظيمة اللي هتجيلك وانتي بتتمشي. فوانتي بتتمشي انتي وافكارك وبس. تاني حاجة ممكن تعمليها في حياتك غير الموبايل انك تقرأي. حاولي على قد ما تقدري ارجوكي تقري، ومش شرط خلي بالك ان انت تبداي يعني بكتب تقيله في البدايه، لا انت ممكن مثلا تبتدي بحاجات كده ممتعه. لان انت خلي بالك ممكن تقولي انا اصلا مش بحب القراءه. لا، انت مش بتحبي القراءه، انت مش بتحبي القراءة. مش نفي. اوكي، انت مش بتحبي القراءة، لا انت بس القراءة ما كانتش هي الخيار الوحيد قدامك. ليه؟ لان انت عندك موبايل شغلك، فانت هتقري ليه؟ فبالتالي القراءة ما كانتش يعني جذابة قوي بالنسبة لك. ثالث حاجة ممكن تعمليها في حياتك غير الموبايل وهي انك تكتبي. حاولي كده انك تقضي وقت مع نفسك، عمالة بترجعي نفسك، عمالة بتكتبي أفكارك وخواطرك اللي انت حاسة بيها، عمالة كده تفضي اللخبطة والدوشة والحاجات الملعبكة اللي جوه هنا دي، بتفضيها فين؟ على الورق. الوقت ده ممكن كده تعتبريه كأنه زي جيم كده لدماغك. زي ما انتي بتروحي الجيم عشان تقوي جسمك وتحرقي الدهون، فبرضو زيها الكتابة او الجورنالينج، او ان انتي تكتبي خواطرك والحاجات اللي انتي حاسة بيها على الورق. الموضوع ده بقى الجورنالينج ده بيعمل ايه؟ لما تكتبي اللي انتي حاسة بيه او عندك مشكلة مثلا وكتبتيها على الورق، فبيحول المشكلة دي من انها حاجة كبيرة جدا بالنسبة لك، لما تكتبيها بتلاقي الموضوع بقى سلس قوي، حاجة كده اسمها الرشاقة العقلية، وبتقدري كمان بسهولة جدا انك تتعاملي مع المشكلة دي. الموضوع ده فعلا انا جربته كتير جدا، فعلا وهم وراحة خطيرة. ممكن كده تعتبري الموضوع ده زي علاج نفسي. عارفه كده الدكتور النفسي لما تروحي له وتقولي له انت حاسه بايه، فهو فعلا كده انت كانك بتعالجي نفسك مجانا. انت تقدري تعتبري اي فكره بتفكري فيها او اي شعور بتحسي بيه او بتشعري بيه، انت بتكوني مش شايفه الشعور ده كويس، ولكن لما انت بتكتبيه وبتنزلي الشعور ده على الورق، فانت ساعتها بقى بتبدأي تشوفي الموضوع بشكل اوضح بكتير. انت بتشوفي التفاصيل بشكل اوضح. انا بالنسبة لي الحقيقة يعني الورقة والقلم دول معايا على طول، ما بيفرقونيش ابدا. لو انا في البيت في نوت جنبي، لو انا نازلة في نوت في شنطتي، معايا على طول. فحقيقي الموضوع ده ساعدني جدا وفرق معايا جدا. فجربوا الجورنالينج ومش هتندموا. النقطة اللي بعدها، يا ترى اعمل ايه في حياتي تاني غير الموبايل؟ اقعد كده مع نفسي قاعده كده روقان وراجع على خططي، الحاجات اللي انا عايزه اعملها، لان الحاجه اللي بتقيسها بتتحسن وبتتطور ايا كانت هي ايه. كلنا اكيد عندنا خطط وحاجات عايزين نعملها، ولكن بقى للاسف بسبب انشغالنا ما عندناش وقت ان احنا نعمل الحاجات دي. بيجي علينا على اخر اليوم خلاص احنا مستهلكين، على اخر اليوم احنا خلاص عايزين ننام ونقوم نفس القصة تاني. ولكن لو بدأنا بقى بشكل بسيط جدا ان احنا نتابع الحاجات المهمة اللي احنا عايزين نعملها، نتابع الحاجات المهمة في حياتنا، فالحاجات دي اكيد هتتحسن. لازم يبقى فيه مراجعة اسبوعية شهرية وهكذا. اقعد كل اسبوع انا اراجع خططي. احنا بيكون عندنا حاجات كتيرة جدا عايزين ننجزها
بس للاسف مفيش وقت. انت مش حاسه ان ده الوقت المناسب؟ ان انت لازم تبداي دلوقتي. لما تبداي ان انت تتابعي الحاجات دي هتلاقي ان في تحسن، في تقدم حتى لو بسيط. يعني مثلا لما تبداي ان انت تتابعي استهلاكك للموبايل هتلاقي ان استهلاكك للموبايل بيقل، فبالتالي ده بيكون تحسن. لما بتبداي ان انت تراجعي وتتابعي عاداتك وتبداي ان انت تشوفي كل يوم انت التزمتي ولا لا، فبشكل ما التزامك بتطبيق العادات دي هيتحسن. لما مثلا بتيجي تتابعي وتراجعي مثلا على نظام اكلك، فبالتالي هتلاقي نفسك بشكل ما ابتدى نظام اكلك ان هو يبقى صحي، ابتديتي بقدر الامكان انك تبعدي عن الفاست فود او الاكل اللي مش صحي، فبالتالي المراجعه والمتابعه جزء مهم جدا للتحسن في اي حاجه. طيب نعمل ايه تاني واحنا معناش الموبايل؟ اتفرجي مثلا على فيلم. قريت قبل كده مقوله بتقولك ايه؟ ان انتي الكتب اللي بتقريها، وان انتي الافلام اللي بتتفرجي عليها، وان انتي الناس اللي بتتفاعلي معاهم، وانتي الناس اللي بتتكلمي معاهم وبتقعدي معاهم. فاختاري كويس الحاجات اللي انتي بتتعرضي ليها، اختاري كويس الوجبات اللي انت بتاكليها لدماغك، لان الافلام هي دي الوجبات اللي انت بتاكليها لدماغك. انت مش هتشغلي كده وتشوفي ايه اللي شغال وتتفرجي عليه وخلاص وتاكلي اللي بيتحطلك، لا، لازم تشوفي هل الافلام دي مناسبه لقيمك ولا لا، شوفي هل فعلا الافلام دي بتضيف لك حاجه ولا لا. طيب نعمل ايه في حياتنا تاني غير الموبايل؟ نذاكر. والمذاكرة مش اللي احنا بنحصرها في الحاجات بتاعة المدرسة، المذاكرة بتاعة المدرسة والكلية والجامعة والكلام ده، لا، انا قصدي الحاجات اللي انت بتختاري ان انت تذاكريها، وده طبعا بجانب الحاجات اللي انت طبعا المفروض واجب عليكي طبعا ان انت تذاكريها، سواء انت في كلية في جامعة الكلام ده، فطبعا تذاكري الحاجات دي، ولكن بقى تذاكري بجانبها الحاجات اللي انت بتختاريها واللي انت بتحبيها. زي مثلا نفسك مثلا تتعلمي لغة معينة، عايزة تتعلمي ألماني، أسباني، أي لغة مثلا نفسك تتعلميها، اتعلميها، ذاكري وتعلميها وتدخلي على اليوتيوب وابحثي واحضري كورسات لو تقدري. اتعلمي مهارة مثلا بتحبيها وعايزة تتعلميها بجانب مذاكرتك، بجانب كليتك، بجانب مدرستك. كل ما تتعلمي حاجات اكتر كل ما يبقى عندك وعي اكتر. النقطة اللي بعدها تعملي ايه في حياتك تاني غير الموبايل؟ تقومي يا ستي ترتبي اوضتك اللي انت قاعده فيها، المكان اللي انت قاعده فيه، المكان اللي انت بتقضي اطول وقت فيه. ما ينفعش خالص حبيبتي انك تقعدي في اوضتك وهي فوق بعضها كده تضرب تقلب، لا، لازم المكان اللي انت قاعده فيه يكون مرتب ومنظم، كل حاجه في مكانها. لان خلي بالك لما المكان بيكون مرتب ومنظم ده بيأثر بشكل كبير جدا على هدوءك الذهني، بيخليكي كده تركزي، تنجزي، لو انت وراكي حاجه هتنجزي اسرع واكفأ وافضل. غير بقى لما انت تكوني مثلا شغاله او بتعملي حاجه او بتنجزي حاجه والمكان بقى كله كراكيب حواليكي والدنيا بقى حواليكي كده مش منظمه خالص، ده بيأثر بشكل كبير جدا على تركيزك وعلى انجازك للحاجه دي. لان في مقوله كده بتقولك ايه؟ المكتب المرتب يدل على عقل مرتب. الله عليا، بس فعلا والله المكتب المرتب يدل على عقل مرتب. طيب تعملي ايه في حياتك تاني غير الموبايل؟ اقولك على حاجه، ما تعمليش اي حاجه خالص. الابداع حبيبتي هي حاجه بنوصل لها لما نوصل للملل. لما بتوصلي للملل دماغك كده بتبدا تدور على شويه افكار وشويه حاجات، ومن هنا بيتولد الابداع. والحاجه دي للاسف تليفوناتنا مش بتخلينا نوصل لها خالص. ليه؟ لان انا دايما في حاجه مسلياني، ودي حاجه مش كويسه ان انا دايما يبقى في حاجه مسلياني. لا، انا لازم احس بالملل عشان دماغي تبتدي انها تشتغل. لازم تبقي قاعده كده باصه للسقف ما بتعمليش اي حاجه. والله العظيم انا فعلا بيجي عليا اوقات ابقى قاعده كده مش بعمل حاجه غير ان انا باصه للسقف. بتعملي ايه؟ انا باصه للسقف وبفكر بقى، فدماغي فعلا بتشتغل، ومن هنا بيتولد افكار جميله جدا. لان فكره ان انت توصل للملل ده شيء صحي جدا، بيديلك كده فرصه ان انت تعيش مع افكارك شويه، بيديلك كمان فرصه ان انت تعمل حاجات انت كنت ناسيها بقالك فتره كبيره.
بيديلك كده فرصه ان انت تبعد شويه عن العالم الخارجي، انك تبعد كده عن اي مؤثر خارجي ممكن يتدخل في مودك، في تفكيرك، في دماغك، في طاقتك. اي مؤثر خارجي ممكن يولد عندك نوع من القلق او التوتر اللي احنا بقينا دلوقتي خلاص معتادين عليه. ما هو انت قاعد دلوقتي، الحياه بصوا بقت سريعه جدا، الحياه سريعه قوي قدامك، انت قاعد سكرول ريلز، حاجات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، عمال تتفرج على حاجات. طبيعي جدا ان انت تتوتر جدا من اللي انت شايفه ده، مؤثرات خارجيه عماله تتدخل في مودك، تخليك تحس لو انت فرحان ممكن تبقى حزين، لو انت حزين تبقى فرحان، بتتدخل في طاقتك، في تفكيرك، في مودك. فطبيعي جدا ان انت تقلق وتتوتر. فابعد عن كل الدوشه دي وعيش مع افكارك وبس. طيب نعمل ايه تاني في حياتنا غير الموبايل؟ نمارس هواياتنا، نمارس الحاجات اللي احنا بنعملها علشان نبقى مبسوطين. احنا بنعملها عشان نبقى مبسوطين وبس، مش لاي حاجه تانية، مش لاي غرض تاني، مش لانها مثلا تدخلك دخل مادي او كده، مش الحاجه مثلا تدخلك فلوس، لا مش شرط. انت بتعمل الحاجه دي عشان انت مبسوط وانت بتعملها. ويا سلام بقى، يا سلام، يا حبذا لو في هوايه انت بتحبها وبتعملها وبشكل ما قدرت ان انت تطلع منها فلوس، حلوه جدا. فارجع مارس هواياتك، وحاول ان انت تمارس هوايات جديده بعيدا عن السوشيال ميديا، وحاول ان انت تتعلم مهارة جديدة ايا كانت هي ايه المهارة. اتعلم لغة، اتعلم مونتاج، اتعلم تصميم، اتعلم جرافيك، اتعلم برمجة. في مهارات كثيرة جدا هتفيدك جدا في حياتك. بص، تعلمك لأي مهارة عامل زي ايه؟ زي كأنك انت شنطة العدة كده، وكل ما بتتعلم مهارة جديدة كل ما بتضيف أداة جديدة لشنطة عدتك دي. انا كل ما اتعلم مهارة جديدة بضيف تول جديدة، أداة جديدة لشنطتي، فالشنطة بالتالي ايه؟ بتتقل. واوعى تخلي الشنطة فاضية، اوعى. كل ما شنطتك دي بتقل كل ما وزنك انت بيقل. فبليز اشتغل على شنطة عدتك وتقلها. وبس كده، يا رب يكون عجبكم الفيديو ده واستفدتوا منه. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، كل الحاجات دي اوعوا تنسوا. واشوفكم باذن الله في فيديو جديد. بحبكم قوي، باي.